وعلمهم وقال لهم بلي لقى واحد الجثه اللي كامله مقرده ولقاها في واحد الخنشه في باب دكاله حدا السوق ديال الخضره. وهنايا البوليس غادي يقولوا ليه تسنانا تما وما تحركش من بلاصتك حتى نوصلوا. وفعلا ما داش بزاف ديال الوقت حتى وصلوا البوليس لمسرح الجريمه. وملي سولوا العامل ديال النظافه قال لهم بلي هاد الصباح مشيت كأي نهار مشيت الخدمه ديالي بشكل عادي، ومنين وصلت حدا سوق الخضره بديت كنشطب كيف العاده، وفي واحد اللحظه عيني جات على واحد الخنشه كبيره محطوطه بوحدها. اعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم جميعا. الجريمه ديال اليوم غادا تمشي بنا لمدينه مراكش بتاريخ 28 يونيو 2010 مع 11 ديال الصباح. وفي هذا التوقيت غادي يوصل واحد البلاغ للبوليس من طرف مدير ديال البنكه اللي كاينه بالضبط في منطقه كيليز، وبلغهم باللي وقعت واحد العمليه ديال السرقه قدام البنكه اللي خدام فيها. وهنايا البوليس غيمشيو مباشره للبلاصه اللي وقعت فيها السرقه. وملي غادي يوصلوا غادي يلقاو داك السيد اللي تسرق طايح في الارض سخفان والناس مجموعين عليه. وهنا واخا البوليس عياو ما يستجوبوا فيه باش يعرفوا شنو وقع ليه، ولكن السيد ما كانش قادر يهدر. وديك الساعه غادي يتصلوا بالاسعاف باش يجيو يديوه للمستشفى. وفعلا داكشي اللي كان، وجات الاسعاف ونقلوا هذا الشخص للسبيطار. ومن بعد اول حاجه داروها البوليس مشاو كيسولوا المدير ديال البنكه اللي اتصل بهم، سولوا على هذا الشخص اللي تسرق واش عارف الخدمه ديالو اولا شحال المبلغ اللي تسرق ليه. هنا غادي يجاوبهم المدير وغيقول لهم باللي هذا الشخص اللي تسرق راه واحد المحاسب في واحد الشركه كبيره، وقال لهم كذلك باللي يلاه تيرا واحد المبلغ اللي هو كبير واللي كيوصل 50 مليون سنتيم. وغادي يزيد ياكد لهم باللي الفلوس كامله اللي خدا كلها من فئه 200 درهم، وغير خرج من البنكه مباشره تعرض للسرقه من طرف ثلاثه ديال الرجال اللي كانوا ملتمين واستعملوا الكريموجين اللي هو غاز مسيل للدموع. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش، هاد الغاز كيسبب واحد الحريق في العينين واللي ما كيخليكش تقدر تحل عينيك. وبهاد الطريقه قدروا يسرقوا منه الصاك اللي فيه الفلوس. وهذا الشيء كيبين باللي هاد الاشخاص اللي سرقوه كانوا مراقبينه قبل ما يدخل البنكه، وملي خرج من البنكه وهو هاز داك الصاك تاكدوا باللي هاد السيد مخرج واحد الفلوس كثيره. ما علينا. وصلت الربعه ديال العشيه، هنايا الطبيب غادي يتصل بالبوليس وغيقول لهم باللي السيد راه فاق والحاله ديالو تحسنات، وقال لهم باللي هو دابا يقدر يدلي بالاقوال ديالو. وحتى البوليس كانوا غير كيتسناو فوقاش يفيق باش يعرفوا شنو وقع ليه. وهنايا غادي ينتقلوا عناصر الشرطه للمستشفى وغادي يبداو يسولوا فيه. ولكن هاد الشخص ما قال لهم حتى شي حاجه زايده على داكشي اللي قال لهم المدير، نفس الهضره عاودها لهم. وفاش سولوه واش عندك شي عداوه مع شي حد او لا واش شاك في شي وحدين يقدروا يكونوا هما اللي سرقوك، هنا غيقول لهم اسيدي انا ما عندي حتى شي عداوه مع شي حد، وانا واحد السيد اللي داخل سوق راسو من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. وفي هذيك الفتره كامله البوليس هنايا بقاو كيقلبوا كيبحثوا في هذه القضيه هذه، درجات بداو كيحققوا مع كاع هادوك اللي عندهم سوابق في السرقه واللي كانوا شاكين فيهم. ولكن بالرغم من هاد المجهودات كامل اللي دارت عناصر الشرطه ما قدروا يوصلوا حتى شي نتيجه. وحتى هاد الثلاثه اللي سرقوا هاد السيد الاثار ديالهم تقطعات بحال تقول هاد الشفاره تشقات الارض وبلعاتهم. باين باللي هاد الثلاثه كانوا دارسين مزيان الخطه ديالهم وعارفين راسهم شنو كيديروا. وبتاريخ 29 يوليو 2010، يعني من بعد ما داز شهر على هذيك السرقه، البوليس جاهم بلاغ اخر. ولكن هاد البلاغ اللي جا ماشي على ود السرقه، هاد البلاغ كان من واحد السيد اللي كيخدم عامل نظافه، وعلمهم وقال لهم بلي لقى واحد الجثه اللي كامله مقرده ولقاها في واحد الخنشه في باب دكاله حدا السوق ديال الخضره. وهنايا البوليس غادي يقولوا ليه تسنانا تما وما تحركش من بلاصتك حتى نوصلوا. وفعلا ما داش بزاف ديال الوقت حتى وصلوا البوليس لمسرح الجريمه. وملي سولوا العامل ديال النظافه قال لهم بلي هاد الصباح مشيت كأي نهار مشيت الخدمه ديالي بشكل عادي، ومنين وصلت حدا سوق الخضره بديت كنشطب كيف العاده، وفي واحد اللحظه عيني جات على واحد الخنشه كبيره محطوطه بوحدها، وهاد الخنشه كان اللون ديالها زرق. وقال لهم مشيت هزيتها باش نلوحها في الكاميو، ولكن ملي جيت نهزها بان لي الدم كيقطر منها بواحد الطريقه ماشي عاديه. وفي ديك اللحظه دخلني الشك وحسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، حيت انا ما مولفش كنشوف بحال هاد المنظر هذا. وداكشي علاش انا قررت باش نحلها ونشوف شنو كاين وسط منها. وكنت كنقول يمكن هادو غير بقايا ديال العظام واللحم ديال الجزاره، ولكن ملي حليتها تخلعت ملي شفت ديك الجثه مقرده بهذيك الطريقه، لدرجه ما شعرتش براسي حتى لحد ديك الخنشه من يدي وبديت كنغوت بكثره الخلع حتى جاو لعندي صحابي وبداو كيهدنوا فيا. وهاد السيد قال للبوليس باللي هذاك المنظر اللي صادفو ما عمرو غادي ينساه في حياته. وهنايا البوليس غادي يبداو يقلبوا في البلاصه فين لقاو الجثه، غادي يبداو يبحثوا على اي دليل اللي يقدر يوصلهم لطريق المجرم، ولكن للاسف ما وصلوا حتى شي نتيجه.
وفي ديك اللحظة غادي نصيفطوا الجثة لمصلحة الطب الشرعي باش هكا يتعرفوا على تفاصيل كتر اولا شي معلومات اللي تقدر تفيدهم في البحث ديالهم. ومنين غادي يخرج تقرير الطبيب الشرعي اكد بلي هاد الضحية كان في الثلاثينات من عمره وكان عنده شي وشام في يديه، وباللي هاد الشخص يلاه تقتل بشي 24 ساعة. أكد ليهم الطبيب الشرعي كذلك بأن هاد الشخص قبل ما يموت كان كيدافع على راسو ووجهه كان كامل مجروح. وهنا البوليس باش يعرفوا الهوية ديال هاد الشخص غادي نرفعوا البصمات ديالو. حسن الحظ أن الجثة تلقات قبل ما تحلل، يعني باقي الأصابع ما تحلوش، حيت لو أن الأصابع تحلات ما غاديش يقدروا يتوصلوا للبوليس الهوية ديال هاد الجثة هادي. وهداك الشيء اللي كان من بعد ما غادي يرفعوا البصمات غادي يتعرفوا على الهوية ديال الجثة، واللي كان هاد الشخص سميتو الحسين، واللي تزاد في سنة 1984 بمدينة مراكش. وعرفوا كذلك باللي الحسين كانت عنده السوابق، وكان مشدود في سجن علي مومن في عام 2005، وكان تشد في 2005 وما خرج منه حتى العام 2010. ولكن اللي ما فهموش البوليس ملي لقاو الجثه لقاو معها كذلك شي ملابس اللي ما كانوش من الحجم ديالو، يعني التريكو كان بحجم مختلف وحتى السروال كذلك كان بحجم مختلف عليه. وهذا الشيء اللي كيبين باللي دوك الحوايج ما كانوش ديال شخص واحد. وحتى لدابا كانوا هادو هما المعلومات الوحيده اللي عرفوها البوليس على الضحيه. وباش يزيدوا يعمقوا البحث هنا عناصر الشرطه غادا تمشي للحبس اللي كان مشدود فيه الحسين باش يزيدوا يتعرفوا عليه اكثر من خلال الناس اللي كانوا معاه في الحبس، وقالوا على الله من ربنا يتوصلوا لشي معلومه اللي تفيدهم في البحث ديالهم. وفعلا من بعد ما بحثوا عرفوا باللي الحسين كان معاشر مع واحد المجموعه ديال الدراري، وهما اللي كان كيجلس معاهم بزاف وسط الحبس. ومن يسولوهم البوليس على الحسين قالوا لهم باللي الحسين ما كانوش كيعرفوه من قبل، وقالوا باللي تعرفوا عليه غير في الحبس. قالوا باللي هو كان صاحبهم ولكن ما كانوا كيعرفوا عليه حتى شي حاجه واحده اخرى، حيت الحسين ما عمره عاود لهم على شي حاجه كتخصو او لا فين كيسكن. وقالوا باللي الحسين كان راد البال بزاف من هذا الشيء. وهنا واخا البوليس بقاو شادين هاد الدراري واحد المده طويله باش يوصلوا لشي معلومات ولكن ما قدروا يخرجوا بحتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي غادي يزيد يضغط عليهم، وخصوصا ملي هاد القضيه ولات راي عام ولات الصحافه كلها كتهضر على هاد الجريمه هادي. دازت 10 ايام والبوليس مازال ما توصلوا حتى شي معلومه جديده اللي تقدر توصلهم للمجرم الحقيقي. وهنا غادي يرجعوا يستدعيو دوك الاشخاص اللي كان مصاحب معاهم الحسين في وسط الحبس، وغادي يحاولوا يضغطوا عليهم اكثر باش الا كانوا مخبين عليهم شي حاجه يقولوها. وقالوا لهم قولوا لنا اي حاجه كتعرفوها على الحسين وواخا تكون بالنسبه لكم تافهه غير قولوها لينا، حيت تقدر تبان لكم نتوما باللي هي معلومه تافهه ولكن حنا تكون بالنسبه لنا معلومه مهمه. وهنا واحد من دوك الدراري غادي يقول لهم واحد الهضره اللي جاتو في الاول تافهه وما كانش معتبرها شي حاجه مهمه، ولكن بالنسبه للبوليس غادا تكون واحد المعلومه اللي مفيده بزاف. قال لهم باللي الحسين في ديك الوقيته ملي كان مشدود معنا في الحبس كان معنا واحد الدري سميتو خالد، والحسين كان كيتعامل مع هاد الدري مزيان. هنا غيسولوه البوليس شكون هو هاد خالد وشنو كتعرف عليه. قال لهم باللي خالد كان مسجون بتهمه السرقه، كان سرق واحد الوكاله ديال تحويل الاموال وكان كيسرق حتى الديور ديال الناس اللي في الخارج. ومنين كيعرف شي دار ما فيها حتى شي واحد اللي غادي يسبب ليه مشكل كيدخل ويسرقها. وقال لهم باللي خالد دوز المده ديال الحبس ديالو وخرج، ودابا راه ساكن مع الام ديالو في رياض الزيتون. واللي خلى البوليس يزيدوا يستغربوا اكثر هي من اللي عرفوا خالد والحسين خرجوا من الحبس في نفس الشهر. وهنا اول حاجه غيديروها غادي يمشيو للدار اللي كيسكن فيها خالد، وفي الاول بقاو كيراقبوه غير من بعيد باش يعرفوه منين كيمشي ومنين كيجي، حيت حتى لدابا البوليس مازال ما كيعرفوا عليه حتى شي حاجه. واحد النهار شافوه خرج من الدار ومشى لواحد الحي سميتو الملاح، وبان ليهم دخل واحد الدار قديمه وما خرج منها حتى النهار الثاني مع 10 ديال الصباح. وبقاو البوليس مده هما مراقبينه حتى عرفوه باللي كيمشي للحومه ديال الملاح بزاف، حيت باه هما مطلقين وهو مره كيمشي يقابل باه ويريح معاه شويه. وحتى لهنا غيبان لكم كلشي مزيان، ولكن الحاجه اللي غتبان للبوليس ماشي عاديه. يا خالد ملي غادي يخرج من الدار غيمشي لواحد الباركينغ وغادي يركب في واحد الطوموبيل اللي الثمن ديالها غالي شويه. وديك الساعه البوليس غياخدوا الماتريكيل ديالها وغيمشيو يقلبوا يعرفوا ديال من هاد الطوموبيل وشكون هو مولاها. وفعلا الطوموبيل لقاوها ديال خالد ومسجله في سميتو، وكان يلا شاريها بشي 15 يوم من عند واحد الراجل سميتو بوعزه. وهاد بوعزه كان كيسكن في واحد المنطقه بعيده فين كيسكن خالد. وهنايا البوليس بدات كتجيهم بزاف ديال علامات الاستفهام. اول حاجه غادي يفكروا فيها هو خالد منين جاب هاد الفلوس كلها، وخصوصا ملي كانوا مراقبينه ديك المده
عرفوا باللي خالد ما خدامش وكيضل النهار كامل غير كيدور، وحتى باه كانت الحاله الماديه ديالو ضعيفه. يعني خالد منين جاب هاد الفلوس كامله؟ وهذا الشيء اللي غادي يزيد يدخل البوليس الشك، وخصوصا حيت خالد عنده سوابق في السرقه. وهنا البوليس غادي يمشيو يسولو بوعزة، يعني الشخص اللي باع لخالد الطوموبيل. اول سؤال غادي يسولوه ليه: واش انت اللي بعتي لخالد الطوموبيل ديالك؟ قال لهم ايه انا بعتها لخالد. هنا غيسولوه البوليس: واش بعتيها لي بالكريدي؟ انا بوعزة غادي يبدا يضحك، قال لهم انا الشيك وما كنقبلوش، كيفاش غادي نبيعها ليه بكريدي؟ لا راه خلصني فيها كاش. وقال لهم باللي الفلوس كامله كانت من فئه 200 درهم. وانا الضابط ملي غيسمع هذا الجواب ديال بوعزة غيبقى واحد المده طويله وهو ساكت وكيفكر، حيت غادي يتفكر داك الاعتداء والسرقه اللي وقعت المحاسب حتى البنكه. كانت الفلوس كلها عباره عن فئه 200 درهم جديده. ديك الساعه الضابط غيسول بوعزة: واش مازال عندك شي فلوس من دوك الفلوس اللي عطاك خالد؟ هنا غيجاوبوا بوعزة وغيقول لهم ايه الفلوس ديال خالد باقا عندي، وقال لهم باللي النص حطوه في البنكه والنص مخبيه في الدار. هنا الضابط غادي يجبد 200 درهم وغادي يعطيها لبوعزة. بالمقابل بوعزة غيعطي للضابط 200 درهم من دوك الفلوس اللي عطاهم ليه خالد. وغير شد الضابط 200 درهم اللي عطاه بوعزة غيمشي مباشرة يطابق هذا الرقم التسلسلي ديال 200 درهم اللي عطاه بوعزة مع دوك الارقام التسلسلية ديال المحاسب اللي كان تيرا من البنكة. وهنا البوليس غادي يتاكدوا باللي كاينه واحد العلاقه ما بين المقتل ديال ديك الجثه اللي لقاوها في الخنشه مقرده ومع ديك الفلوس اللي تسرقات من قدام البنكه. هادشي اللي غادي يخلي خالد هو الوحيد المشتبه به في هذه القضيه. وبتاريخ 29 غشت في عام 2010 مع 6 ديال الصباح البوليس غادي يعتقلوا خالد من دار بوه. وفي ديك اللحظه ملي دخلوا البوليس بغاو يعتقلوه خالد ما فهم والو، حيت ما خلاوش ليه شي فرصه باش يهرب او لا يقاوم. وملي قلبوا الدار لقاو بزاف ديال البلاستيكات والرمله وحتى الزليج، بحال تقول ديك الدار كانوا خدامين فيها البنايه. واللي جاهم غريب ان ديك الدار كانت قديمه بزاف وما كان فيها حتى شي اصلاح، وما كانت حتى شي جهه اولا شي بلاصه في الدار مصلوحه. وهنا غيتسائلوا البوليس: هاد الرمله والسيمه والزليج اشنو كيديروا في وسط الدار؟ وهنا غادي يلقاو حتى الصاك اللي كان هاز المحاسب ملي تسرق قدام البنكه. هنا البوليس بدات كتوضح لهم الامور وعرفوا باللي المجرم اللي كيقلبوا عليه من شحال هادي هو اللي واقف قدامهم دابا. وهنا غادي يزيدوا يقلبوا في الدار. واحد البوليسي غتجي في بالو باش يهز الزربيه ويشوف شنو تحت منها. وفي اللحظه فاش هز الزربيه بانت ليه واحد الحفره كبيره، وديك الحفره كانت باقه جديده، يعني باينه عاد تحفرات. وحتى البوليس هنا غيبداو يحفروا فيها باش يشوفوا شنو كاين فيها. وهنا كانت المفاجاه، حيت غادي يلقاو الجثه ديال الراجل مدفونه تما. مباشره غادي يخرجوا هاد الجثه هادي وغيصيفطوها للطبيب الشرعي. وفي ديك اللحظه غادي يعتقلوا خالد، غادي يديوه باش يكملوا التحقيق معاه. وهاد الجثه كانت ديال واحد الراجل كان في اواخر الثلاثينات من عمره، وكان الاسم ديالو عبد الجليل. وحتى هذا عبد الجليل ملي بحثوا عليه عرفوا باللي حتى هو عنده سوابق اجراميه، وحتى هو كان مشدود في حبس علموما. وملي البوليس غيزيدوا يبحثوا على هاد الضحيه هادي عرفوا باللي حتى هو خرج من الحبس شي 10 شهور دابا. المهم ما علينا. البوليس ملي غادي يبداو يستجوبوا خالد على الجثه اللي كانت مدفونه عنده في الدار كان كيبقى غير ساكت وما كان كيبغي يقول لهم حتى شي حاجه. وفي ديك اللحظه البوليس غادي يربطوا العلاقه ما بين الجثه اللي لقاوها مقرده في الخنشه وما بين الجثه اللي لقاوها مدفونه في الدار ديال بوت خالد. وهاد الاشخاص بجوج بيهم الحسين وعبد الجليل وحتى خالد اللي اعتقلوه البوليس كانوا مشدودين كاملين في نفس الحبس، وتقريبا خرجوا في نفس الفتره وما كانش بيناتهم بزاف. وهذا الشيء اللي خلى البوليس يستنتجوا باللي خالد والحسين وعبد الجليل منين خرجوا من الحبس بقات عندهم علاقه مع بعضياتهم، كانوا كيتلاقاو حيت كانوا بثلاثه بهم داخلين الحبس وبنفس التهم، يعني عندهم حرفه وحده اللي هي السرقه. ومنين لقاو الصاك عند خالد اللي تسرقات منه الفلوس عرفوا باللي خالد هو العقل المدبر ديال هذه العمليه كامله. داكشي علاش غادي يقرروا باش يضغطوا عليه مزيان باش يعترف لهم بالحقيقه. ومن بعد واحد المحاولات عديدة في الاخر خالد غادي يعترف وغادي ينهار وغادي يقول لهم السبب اللي خلاه يدير هاد الشيء كامل. وقال لهم خالد باللي والديه طلقوا ملي كان هو مازال صغير، وحيت والديه كانوا ما فحالهمش وهو كبر في قله الشيء هاد الشيء اللي خلاه يتجه للسرقه وهو مازال صغير، حيت ما كان عنده حتى شي واحد اللي غادي يهتم به او لا يوريه الصواب من الخطا. وقال لهم باللي ملي دخل الحبس غادي يتعرف على الحسين وعبد الجليل حيت حتى هما كانوا مشدودين بتهمه السرقه. قال لهم باللي كنا مجموعين في الحبس وكنا كنخططوا باش ملي نخرجوا نديروا شي عمليه اللي ناخذ من وراها فلوس صحيحه باش هكا زعما نضمنوا المستقبل ديالنا. وقال لهم باللي هو والحسين
كانوا مرة كيجلسوا في واحد القهوة اللي كانت قدام البنكة ديال كيليز، وقال لهم كنا كنشوفوا واحد السيد اللي كان كيجي من السيمانة للسيمانة كيجي للبنكة، وملي كان كيخرج من البنكة كان ديما كيخرج معاه واحد الصاك عامر، وهذا الشيء اللي خلانا نشكو باللي هذا السيد كيخرج معاه فلوس كثيرة. داكشي علاش قررنا نبحثوا عليه ونشوفوا شكون هو وفين كيخدم، وداكشي اللي كان بقينا كنبحثوا على هذا الشخص حتى عرفناه كيخدم محاسب في واحد الشركة كبيرة، وفي كل سيمانة كيمشي يخرج الفلوس من البنكة. وملي تأكدنا من المعلومات خططت أنا والحسين باش نشفروا هاد السيد هذا، ولكن ملي فكرنا مزيان قلنا غير خصنا واحد اخر اللي يعاوننا في هاد العملية. داكشي علاش قلناها لعبد الجليل باش حتى هو يدخل معنا شريك، وقلنا ليه باللي الفلوس اللي غادي نسرقوا غادي نقسموها على 3، وحتى عبد الجليل دغيا وافق. المهم درنا العملية، وملي سرقنا الفلوس اقترحت على عبد الجليل والحسين باش الفلوس يبقاو عندي، وقلت لهم الفلوس غتبقى عندي في الدار حتى تبرد القضية، وديك الساعة نقدروا نقسموها بيناتنا. المهم ملي داز 20 يوم على العملية غادي يجي عندي الحسين وعبد الجليل للدار باش ياخذوا فلوسهم، وفي ديك الوقيته الاب ديالي ما كانش في الدار، كان جالس في العروبية. المهم ملي بدينا كنقسموا في الفلوس عبد الجليل قال لهم خاصكم تزيدوني، ولكن انا رفضت نزيدو وقلت ليه داكشي اللي اتفقنا عليه هو اللي غادي ناخذه. ولكن عبد الجليل مبقاش قانع بحقه ولا كيتزايد معنا في الهضره وبقى كيغوت، وفي واحد اللحظه غادي يجبد واحد الموس من جيبو وغادي يهددني يا نزيد الفلوس يا غادي يقتلني. وفي ديك اللحظه ما لقيت حتى شي حل قدامي غير انني نبرد معاه، وبردت معاه القضيه وبديت كنهدن فيه، وكنت خايف للجيران يسمعونا حيت درب الملاح الديور قراب لبعضياتهم بزاف واي حاجه كتسمع. المهم بقيت كنبرد معاه وقلت ليه ما يكون غير خاطرك، وقلت ليه الفلوس اللي بغيتيها غادي نعطيها ليك، راه الصحبه ديالك عز ليا من الفلوس، غير حيد دابا الموس من يديك وانا غادي نعطيك داكشي اللي بغيتي. وقال لهم خالد انا تبتو مزيان وغير تهدن انا نغفلو وجبت واحد الموس وطعنتو في كرشو، بقيت كنطعن فيه حتى تاكدت باللي مات. وفي ديك اللحظه الحسين تخلع وبدا كيعاير فيا وكيقول لي يا صاحبي شنو درتي راك خرجتي علينا. انا كنت مصدوم وكنفكر في هاد الكارثه اللي درت، وقلت في راسي دابا اللي وقع وقع. ومنين شفت الحسين حتى هو تخلع بزاف خفت منه لا يمشي يبلغ عليا، داكشي علاش قررت نقتل حتى الحسين. والحاجه اللي شجعتني اكثر هي حتى الفلوس، ملي غادي نقتلهم بجوج غتبقى ليا بوحدي. المهم تا هو هدنتو وقلت لي ما تخافش، جلسنا وبديت كنفرق انا وياه في الفلوس. في واحد اللحظه حتى هو غفلتو وضربتو لعنقو وبقيت كنطعن فيه حتى تاكدت باللي حتى هو مات. من وراها بقيت كنفكر كيفاش ندير لهاد الجثث اللي عندي في الدار وكيفاش غادي نتهنى منهم. شويه طاحت عليا واحد الفكره باش عبد الجليل ندفنو في الدار، وحيت الزليت كان قديم داكشي سهل ليا بزاف باش نحفر دغيا الارض وندفنو تما. المهم ملي ساليت ودفنت عبد الجليل ما بقاش عندي الجهد فين نزيد نحفر حفره اخرى اللي ندفن فيها الحسين، داكشي علاش دفنت غير عبد الجليل. ومن بعد ما داز 24 ساعه قطعت الجثه ديال الحسين وقردتها ودرتها في واحد الخنشه، وملي وصلت الربعه ديال الصباح هزيتها وديتها لباب دكاله حدا السوق ديال الخضره وحطيتها تما باش ما يشوفني حتى شي واحد. وهنا ملي خالد اعترف ليهم بكل شيء، هنا عناصر الشرطه غادا تقدم خالد المحاكمه ولا غادي يتحكم عليه بالاعدام، لكن حيت الاعدام ما كيطبقش في المغرب بطبيعه الحال غادي يتحكم عليه بالمؤبد. وهنا غادا تكون سالات القضيه ديال اليوم. تهلاو ليا فراسكم وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي.